السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم يارا. وصفة اليوم هي كاستيل في سنيوة. هاد الوصفة بزاف سهلة بنينة، تقطع كمية كبيرة، ولو كان تجربوها على بالي كامل راح تعجبكم. نروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لهاد الوصفة تاع اليوم نسحق 5 بياض البيض مع قرصة ملح، نضربهم واحد ل5 دقائق حتى ل6 دقائق هكاك. لازم نضربوا بياض البيض مليح مليح باش تنجحوا في هاد الوصفة. انا هنا ضربته واحد ل5 دقائق هكاك، ومن بعد نحطه بجهه. راح نفرغه هكا في بول، بس هذاك البول الكبير نسحقه باش نخدم فيه. ومن بعد نحط هنايا 5 صفار البيض. وهنا البيض تاعكم ما لازمش يكون بارد بزاف. نزيد له كاس يكون هكا بومبي تاع السكر. هنا السكر ناعم، سكر غلاس ماشي سكر كريستاليزي. مع 250 غرام مارغرين اللي لازم تكون طريه. نخلطهم كامل. تحبوا هنا تخدموا بالباتور، تحبوا تخدموا غير بالفوي برك، ليسونسيال لازم نضربوا مليح وخلاص. نزيد 2 كيسان تاع كاوكاو اللي يكون محمص ومرحي، ما ديروهش خشين بزاف، ديروه متوسط، يعني متوسط رايح شويه للرقيق. مع مغرفه كبيره لافاني. انا الكاوكاو هنا حمصته بقشوره، نتوما كيما حبيتو. ومن بعد جبت فارينه عمور، راح ندي كاس. في هاد الغسات نسحق كاس فارينه برك، والكاس يكون ممسوح، ماشي كيما كي درنا السكر درنا الكاس بومبي. الفارينه لا كاس ممسوح راح يكون كافي. نجوز هاد الفارينه على الغربال ولا صفايه كيما حبيتو، مهم لازم تغربلوها. ونزيد ساشي خميره كيميائيه الوزن تاعها 10 غرام. دوكا راح نضربهم كامل كيف كيف. وكي نحس بلي هاد المكونات كامل يعني هكا تخلطت بيان، نجيب بياض البيض اللي كنت ضربته مقبيله. هذاك بياض البيض راح نبقى نحط فيه غير بشويه، ما تحطوش ضربه واحده هكا باش الكاستيل تاعكم يجي خفيف. شوفوا راح نقسموه على 3 خطرات هكاك. وهنا كي تحطوه لازم تخلطوه هكا بسباتول، ما هنا مزوش تخدموا بالباتور. وما ممكن كنتو خدمتو بالفوي ما تكملوش هنا بالفوي، لازم ديروا هكا بسباتول ولا مغرفه تاع حطب. شوفوا راني نحط في هذاك البياض البيض غير بالعقل، وندخله في الخليط الاولاني حتى كملتوه كامل. دوكا جبت سنيوه. انا درت سنيوه 30 على 24 سنتيمتر. كيما تقدروا ديروها في سنيوه تاع 30 على 30 سنتيمتر تاني تجيكم هايله. كي ديروها هكا 30 على 24 سنتيمتر الكاستيل يجيكم شويه خشين، بصح لو كان ديروا 30 على 30 حيجيكم شويه برك رقيق على كيما خرج لي انا. وشنو حيقطع لكم كونتيتي كتر. درت بابي كويسون ونمشي هكا بسباتول، وراني مشعله الفور على 160 درجه. دوك نسقمو ندخلو يطيب من تحت، وبعد نعاود نشعلو من الفوق. يدي تحميره خفيفه ما تحمروهش بزاف، ونطفي عليه. شوفوا هنا كي طاب خليته برد، ورايحه نقلبو ونحي هذاك البابي كويسون. ونشوفوا راح يتنحى معاكم فاسيلمون. وشوفوا في طيابو جا هايل، ملازمش تخلوه بيض وما تحمروهش بزاف حتى يولي محروق. دوكا راح نحطو بجهه ونروح نوجد الكريمه. هاد الكريمه تاع اليوم نسحق فيها كاس تاع لا شونتيي مع كاس ناقص اصبع ولا كاس غير ربع تاع حليب يكون بارد. راح نزيد له مغرفه تاع النسكافيه. كيما نعرفوا الكاستيل لازم يكون بالذوق تاع القهوه. دوكا راح نضرب هاد لا شونتيي مليح مليح. هو الكاستيل يجي بكريمه الزبده، وانا كنت درت لكم الوصفه يعني تاع الكاستيل بكريمه الزبده، بصح كانوا كاينين تعليقات بزاف قالوا لي حنا ما نحبوش كريمه الزبده. ايا اليوم درته لكم بهاد الكريمه اللي راح تكون
شونتيي مخلطه مع شويه برك تاع زبده. درت هنا 2 مغارف كبار زبده ولا مارغرين اللي تكون طريه، ونزيد ندرب هكا. الكريمه ما راهيش حتجي خفيفه وما راهيش حتجي ثقيله بزاف وما راهيش حتجي تقهم، ميم الحلاوه تاعها هايله. دوكا ندخلها في لابوش ونحطها في الفريجيدير نخليها تبرد وتشد روحها، سورتو مع السخانه اللي رانا فيها لازم تشد روحها. وما ديروهاش في الكونجيلاتور، لا غير من تحتها برك. وعاود وليت لهنا الكاستيل نحيلو هاد الطرف، هادو جو شويه يابسين لازم يتنحاو، وباش من بعد راح نفتتهم ونديكوري بيهم. سينو تحبوا ترحوهم في اشواغ ولا في الروبو تقدروا. دوكا نحط هذيك الكريمه بعد ما شدت روحها وهنا فرغوها كامل. لازم ديروا طبقه تكون خشينه من هاد الكريمه، لو كان ديروها غير رقيقه كي تكونوا تاكلوا فيه تحسوه ناشف، بصح هاد الكريمه راح تخليه يجي هايل، يعني كي تكونوا تاكلوا فيه تحسوا حاجه بنينه ماشي حاجه ناشفه. نمشيها وشوفوا حطيت هذيك لا كونتيتي كامل ما خليت والو، نليسيها ومن بعد نشد هذوك الاطراف اللي كنت خليتهم مقبله راح نفتتهم من الفوقه. تحبوا تزيدوا لوز ايفيلي، كاوكاو ايفيلي، يعني اي مكسرات كانوا عندكم تقدروا تزيدوهم. والناس اللي يحبوا الحلاوه يقدروا تانيك يزيدوا رشه تاع سكر غلاس، هذه حاجه اختياريه. دوكا راح نخليه يزيد يبرد مليح ونقطعو. وهنا كي قطعتو راكم تشوفوا في الشكل كيفاش جاي شهي، ما مخرج لي كونتيتي كبيره والبنه روعه روعه. ان شاء الله كامل تجربوا هذه الوصفه وخلوا لي رايكم في التعليقات. وصلنا دوكا لنهايه لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم كالعاده ما تنساونيش بجيم وكومونتير وبارطاج لا فيديو مع الاصدقاء. دوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، مع السلامه.